السلام عليكم أعزائي الفلاوين، مرحبا يسوان، نرحب بكم في فيديو جديد ولقاء جديد. لقاءنا يتجدد مع هذه الوصفة، وصفة صيفية بامتياز، وصفة خفيفة ظريفة اللي هي سلطة تاع لسان الطير ولا لسان العصفور. صراحة وصفة ولا أروع، أنا بزاف نحب هذا النوع من السلطات، لذلك قلت نبارطاجي معكم ولا نتقاسم معكم طريقتي في تحضير هذه السلطة اللي تجي بزاف بنينة. نتمنى تعجبكم. إذا عجبتكم طبعا ما تبخلوش عليا باللايك والكومنتير والبارتاج تاع الفيديو. ندوزو مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. يلا بسم الله. في الاول نبداو بالخضره تاعنا. هنا عندي كما كنت تشوفوا طاس تاع شوربه عمرته بالجلبانه. هنا الجلبانه كانت في المجمد، اذا هنا ندير لها شويه تاع الملح نحطها جانبا. نزيد عليها هذا طاس تاع زروديه. اذا هنايا الكميه تاع الخضره طبعا على حسب نتوما الافراد العائله تاعكم، على حسب الحاجه. انا هنايا درت هكذا طاس شوربه كيلت به زروديه والجلبانه. هنا نحطهم فوق النار بعد ما ملحتهم. طبعا كي تغلي القدره نحطهم نغطيهم ونخليهم يطيبوا. من جهه اخرى نوجدو هنايا في طنجره الماء يغلي. درت الماء كميه من الماء، شويه تاع الملح، شويه تاع الزيت، ونخلي الماء تاعي يغلي. كي يلحق درجه الغليان نحط هكذا لسان الطير. هنا لسان الطير ماشي تليتلي، هنايا تكاكيت بلي ما قربت لكمش وما وريت لكمش. اذا هذا تليتلي يجي مكور، وهذا اللي نديرو به الشوربه يجي مبلاطي. فوالا اذا كما شفتوا انا درت هكذا كميه. هذا الطاس تاع الشوربه كيلتو درت به لسان الطير، يعني ممكن تضاعفوا المقادير على حسب افراد العائله تاعكم. طبعا هنايا نحرك هكذا ونخلي لسان الطير يطيب في غرتو، نعسوه في طيابو. هنا ما ياخدش وقت كبير، هكذا برك مره على مره نردو بالنا باش ما يتعجنش. هنا خلاص كيما راكم تشوفوا لي بات تاعنا ولا لسان الطير طاب. هنا دوك نصفيه في صفايه ولا في كسكاس، نفرغ عليه الماء بارد هكذا باش يحبس الطياب ديالو. نصفيه ونخليه يقطر. فوالا دونك كيما شفتوا هنايا لي بات تاعنا راهم مشلين، شللتهم بالماء بارد. فوالا قعدوا هكذا مزربعين. دونك هنا نخلي لي بات يقطروا مليح مليح من بعد باش ندوزنهم. وانا بعد ما قطر لسان الطير مليح حطيته كيما كنت تشوفوا هكذا في صحن يكون كبير ولا سلاديل، المهم حاجه كبيره واسعه هكذا. نحركو كامل مليح. هنا مازالو دافي. نبدا نزيد عليه الخضره. هنا نزيد الجلبانه وزروديه اللي كانوا طابوا على البخار. وهنا تقدروا تتفننوا في الشلاطه تاعكم وديروا اي حاجه، يعني اي خضره حبيتوها كانت متوفره عندكم ولا تحبوها ممكن تزيدوها. طبعا انا اكتفيت بالجلبانه وزروديه. نزيد كميه تاع الزيتون اللي كنت شللته مليح قطعته دوائر. هنا زيتون خضر، ممكن ديروا الاسود ولا تخلطوا ديروا خليط ما بيناتهم. نحط كميه تاع المعيس اللي كنت غسلته مليح قطرته صفيته من هذاك الماء. ولا درت كميه منه. ونحط المعدنوس اللي كنت قطعته رقيق، وبيض مغلي نقطع شويه الباقي للتزيين. نقطعو هكذا طريفات صغار. هكذا هنا ندوزو نحضرو لا فينيغريت تاعنا. فوالا يعني سهله بسيطه، فينيغريت نورمال. نحط شويه تاع الملح هو الاول دائما باش يذوب مع الخل. راه نحط كميه من الخل. انا هنا راح نوجد لا فينيغريت جوست لهاد لا سالاد. سنينه توم. درك هذا اختياري، اللي يحب البصل يدير البصل، اللي ما يحبش ما يديرش. شويه زيت تاع الطون هذا باش يعطيني بنه، ما يحبش الطون ما يديرش. نزيد شويه تاع الزيت نباتي، شويه تاع زيت الزيتون، وشويه تاع زيت الزيتون بيان سور اللي يحب زيت الزيتون واللي ما يحبش ما يديرش. فوالا دوك هكذا لا فينيغريت تاعنا خلاص راهي واجده.
نسيت ما درتش لا موطارد، ندير شويه تاع لا موطارد. نورمالمون كنت نديرها في الاول نسيتها. فوالا دونك لا فينيغرات تاعنا فريمون على حساب الذوق، كل واحد كيفاش يحب يخدم لا فينيغرات تاعو. هكذا ندوقها الى ماشي قارصه كيما شفتوا. دونك حطيت هكذا بطريقه عشوائيه ما كيلتش. انا كنت درت معاكم لاصوص فينيغريت اللي موالفه نحضرها دائما، نوجدها هكذا في القرعه. كنت درتها في شلاضه تاع البطاطا واللوبيا، لوبيا ماشطو. فوالا دونك اللي حبت تشوف الوصفه تاع لا فينيغريت اللي نديرها. دونك هنا في هذا الخليط هكذا في هذه المرحله اللي يحب يدير لا مايونيز اللي يحب يدير الطون، انا ما نديرش. دونك نفضل نخليه حتى من بعد. فوالا دونك نخلط هكذا كامل هذه المكونات مع بعض. صدقوني هاد الشلاضه تجي بزاف بزاف بنينه، واللي يعجبني فيها سكو لسان الطير يبقى يزلق، ولا ماشي ناشف، يجي بزاف بزاف هايل. فوالا الشلاضه تاعنا راهي واجده، بقى نزينها وخلاص وراهي واجده. بعد ما خلطنا مليح الشلاضه تاعنا ندوزو للمرحله تاع التزيين. اذا هنا راح ندير كميه تاع الثوم، هنا ندير كامل هكذا على السطح، ولا على حسب الرغبه طبعا. الا نحبوا بالثوم ولا لا نزينها بشويه تاع البيض مغلي طريفات هكذا، ونزيد الزيتون. انا فضلت نديرو هكذاك صحيح. درنا هنايا الزيتون الاسود ولا هكذا، ومن بعد نزينها بشويه تاع المعدنوس. يعني هذا ماشي ضروري، انا فقط حبيت هكذا نعطيها شويه جمال للشلاضه ديالي، ورشه تاع المعدنوس في الاخير. وهكذا الشلاضه تاعنا راهي جاهزه. وهكذا الشلاضه تاعنا راهي جاهزه على الطاوله كما راكم تشوفوا. كنت زدت لها شويه تاع الطوماطيش هكذا باش تشوف فيها مختلف الالوان تكون جذابه، وكما نقولوا العين دائما تاكل قبل من الفم. ولا اذا هذه هي السلطه تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، ونوري لكم هنايا كيفاش جات السلطه تاعنا. شوفوا كيفاش جات، ما جاتش معجنه، جا مزربع وجا ما شاء الله. انا صراحه نحب بزاف هاد الشلاضه لان هذاك لسان الطير يجي يزلق وما يجيش ناشف في الماكله تاعو. وهذا رايي الشخصي، وانتم ما شاء الله جربوها واعطوني رايكم في التعليقات. اذا هذه هي وصفتنا نهار اليوم. لحقنا النهايه تاع الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله ما كنتش طولت عليكم بالتفاصيل. هكذا نتمنى ان شاء الله نتلاقى بكم في اقرب فرصه. الى ذلكم الحين دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.